هنتكلم عن الدرس الثالث الأخير في الوحدة اللي هو الاحتراق. الأول يعني إيه احتراق؟ الاحتراق يعني اتحاد الأكسجين مع الوقود. يبقى عندي لازم في مادة أحرقها، اتحاد الأكسجين مع الوقود، وينتج عنه ضوء أو حرارة. انتوا عارفين انتوا في جسمكم بيتم احتراق؟ اي والله. ازاي؟ مش بتتنفس ايه؟ ما انت بتدخل اكسجين. الوقود بتاعك مين؟ الطعام. الناتج بتاعك ايه؟ الطاقه اللي بتأدي بيها لعملياتك الحيويه، والحراره. مش انت لما تكون جعان في الشتاء وبردان اول ما بتاكل بتدفى، نتيجه ان الاكسجين ده حرق الوقود بتاعك اللي هو الغذاء، طلع حراره اللي يخلي جسمك دافي، والطاقه اللي انت بتستخدمها في انجاز مهامك. نرجع المهم لدرسنا. طيب اي احتراق لازم فيه مثلث 3 اضلاع رئيسيه لعمليه الاحتراق. لازم يتوفر اهو العناصر الاساسيه لعمليه الاحتراق. لازم تتوفر حراره. في واحد فيهم مش هيتم احتراق، يعني اوفر مثلا 2 واهمل واحد مش هيتم الاحتراق. طبعا لازم يكون موجود تاني عنصر ايه؟ قلنا الاكسجين. ثالث عنصر الوقود. لازم ال3 يتوفروا، ما ينفعش اقول هوفر 2 واسيب واحد. خلاص؟ طيب قلنا هنمسك كل عنصر من دول ناخدهم بالتفصيل. اول حاجه يا سنه ثانيه هنتكلم عن الوقود. الوقود انا عندي 3 انواع للوقود، خليكم معايا هنا. عندي وقود حفري، ووقود خلاص حيوي، ووقود صناعي. تمام كده؟ عندي 3 انواع للوقود، حفري وحيوي وصناعي. الوقود حفري من اسمه بينتج من ايه؟ من تحلل بقايا، وحطوا 100 خط تحت بقايا، يعني الكائنات الحيه دي ماتت بس اتدفنت، ونتيجه الضغط والحراره العاليه اتحللت وتحولت لوقود، اللي هو زي من البترول والنفط والغاز الطبيعي والفحم الطبيعي، اللي الكلام ده كله. طيب نجي الوقود الحيوي، برضه بنستخلص من الكائنات الحيه بس هي وعايشه. نلخبطش بينهم. حفري بقايا يعني ماتت، بقايا كائنات حيه. حيوي يعني كائنات حيه عايشه، زي ما بطلع مين؟ الكحول الايثيلي او الايثانول، بطلعه من النشا، من النشا الموجود في نبات الذره. طيب نجي الوقود الصناعي اللي هو بيتجهوا له حاليا، بيحاولوا يصنعوا وقود عن طريق العمليات الكيميائيه والتفاعلات الكيميائيه زي غاز الهيدروجين. خلاص كده اتضح انواع الوقود. طب المشهور عندنا في البيت احنا بنستعمل غاز ايه؟ الوقود اللي بنستعمله ايه؟ الغاز الطبيعي او غاز البوتاجاز. الغاز الطبيعي ده عباره عن غاز ميثان بنسبه 93%، وبعض المركبات العضويه زي البروبان والبيوتان دول مضافين مع بعض دول غاز طبيعي. طب شلت من البروبان والبيوتان، شلت منهم غاز الميثان، في الحاله دي بيجي اسمه غاز بوتاجاز. بس في نقطة مهمة، المشكلة إن الغاز الطبيعي ده ملوش، أو الغاز عموما ملوش ريحة، فالمشكلة طب لو حصل تسريب هنعرف إزاي؟ راحوا عملوا إيه؟ أضافوا له مادة عشان تضيف له ريحة، اللي اسمها إيه؟ الإيثانيول. نفرق بين الإيثانول اللي بيستخدم للوقود الحيوي، والإيثانيول ده بضيفه للغاز الطبيعي عشان نقدر أشم ريحته وأعرف التسريب فين. طيب نجي لجزء مهم بنلخبط بين مقدار الحرارة المختزنة في الوقود والقيمة الحرارية للوقود. بصوا عندي مصطلحين، القيمة الحرارية للوقود ومقدار الطاقة في الوقود. مقدار الطاقة المخزنة في الوقود. خلاص؟ الطاقة دي امتى بتنتج؟ عند الاحتراق. القيمة الحرارية للوقود مختلفة. خلاص؟ يعني ايه قيمة حرارية للوقود؟ هي كمية الحرارة الناتجة من احتراق الوقود. القيمة الحرارية يعني مش كل وقود بيديني نفس القيمة الحرارية. ايه هي القيمة الحرارية للوقود؟ هي الحرارة الناتجة من احتراق الوقود. طيب ليه بتختلف؟ لاختلاف مقدار الطاقة اللي داخل الوقود. يعني أنا لما أجي أحرق البنزين غير لما أجي أحرق الغاز، لأن البنزين فيه مقدار حرارة أو مقدار طاقة تختلف عن مقدار الطاقة اللي موجودة في الغاز. يبقى القيمة الحرارية اللي هتنتج من احتراق ده تختلف عن ده. يبقى نفرق بين المصطلحين. قيمة حرارية للوقود هي اللي بتختلف نتيجة اختلاف الطاقة اللي في الوقود. لما بحرق الوقود الطاقة دي هي بتتحول لقيمة حرارية. خلاص؟
طيب ناجي هنا عندي الاكسجين، عندي احتراق بيتم بطريقتين، يا وفره يعني ايه؟ يعني الاكسجين موجود بكميه وفيره او كميه قليله. اذا توفر الاكسجين بكميه وفيره، في وفره من الاكسجين، يبقى ده احتراق نوع ايه؟ تام. اذا كانت كميه الاكسجين قليله يبقى ده احتراق غير تام. وقلنا شفنا لها بنزل لما بيبقى الاحتراق غير تام، يعني ايه غير تام؟ بعرفه من لونه، اذا لونه اصفر يبقى ده احتراق غير تام، لونه ازرق يبقى ده احتراق ايه؟ تام. تام يعني ايه؟ يعني كان موجود وفره من الاكسجين. خلاص واضح؟ نجي هنا في الحراره، اخر نقطه عندي الحراره، فيها تعريف مهم اللي هي درجه الاشتعال. ايه تعريفها؟ هي درجة الحرارة اللي يبدأ فيها الوقود بالاشتعال، يعني الدرجة اللي هيبتدي الوقود فيها يشتعل هي دي درجة الاشتعال. في نقطة مهمة لازم أعرف احتراق المواد العضوية. يعني ايه مواد عضوية؟ اللي هي فيها كربون وهيدروجين، شيء أساسي، الكربون والهيدروجين. أي مركب عضوي نواتج احفظوها، نواتج احتراق المركبات العضوية أو بسميها الهيدروكربونية أو الهيدروكربونات. هيدرو يعني فيها هيدروجين وكربون، مركب عضوي لازم يبقى فيه سي واتش ويبدأ بنفس الترتيب، وممكن أضيف معاه مواد تانية. نواتج الاحتراق بتاعتهم بتديني إيه؟ ده شيء ثابت هيستمر معاكم. ثاني أكسيد الكربون ومية وحرارة. خلاص؟ طيب ناجي عندي نقطة مهمة كده أنا عايزة أستخلصها. عمليات الاحتراق دي ماصة ولا طاردة؟ ها؟ لا، عمليات طاردة. سامع حد بيقول لي ماصة؟ عشان أنا لما باجي أولع الغاز في المطبخ، أنا مش ده غاز، ده أحد أنواع الاحتراق، عايزة أولع الغاز بعمل إيه؟ بجيب عود الكبريت وأولعه وأقلب الغاز بيروح يحترق. طيب قارن بقى بين كميه الحراره المنطلقه والحراره ايه الممتصه. ما هو البوتاجاز ده الغاز ده عشان اولعه بيمتص الحراره من عود الكبريت، شايفين دي حراره صغيره، او من الولاعه مجرد شراره، مجرد ما امتص شوفوا فضل مولع قد ايه، شايفين الغاز فيه قد ايه، صح ولا لا؟ يبقى نشوف هنا نقارن، هو اداني حراره قد ايه، انطلقت منه حراره قد ايه، وامتص قد ايه. هو امتص الحراره جاي من عود الكبريت او من الولاعه الشراره دي، واداني شوف حراره شغاله عمال اطبخ عليها. اي احتراق حطوها قاعده، اي احتراق طارد للحراره. ليه؟ لان كميه، عشان ممكن اجيب لكم معلم، كميه الحراره المنطلقه من الاحتراق اكبر من كميه الحراره الممتصه، وده تو قلناه في التفاعلات الكيميائيه. طيب ناجي بقى لنقطة مهمة اللي هو لهب الأوكسيستيلين. ده عبارة عن إيه؟ الاستيلين بيحرقوا، بس شوفوا إيه؟ في وفرة من الأكسجين. بصوا معايا هنا نشوف شكله إزاي. نشوف معايا هنا أنا عايزة أحصل على حرارة قوية. خلاص استغلينا بقى، إحنا خلاص فهمنا يعني إيه احتراق وإيه الموجود وإيه المتطلبات عملية الاحتراق، نستفيد منها إزاي؟ عملوا لها باسمه إيه؟ الأوكسيستيلين. طيب ليه مسمينه اوكسي وستيلين؟ لان هو بتحترق ماده عضويه اسمها الاستيلين. طيب ليه اوكسي؟ لانه بيديله كميه وفيره من الاكسجين. عشان ايه قلنا ليه بنعمل كميه وفيره من الاكسجين؟ عشان يتم احتراق تام، عشان يدينا ايه؟ احتراق تام. عشان كده بنلاحظ شايفين في اسطوانه فيها الاستيلين واسطوانه فيها الاكسجين، عشان يضمن ان هو يقدر يوفر له كميه كبيره من الاكسجين، ما استناش ياخد الاكسجين الموجود في الهواء. دي بتديني لها حراره عاليه جدا بستخدمها في عمليات اللحام. شايفين ازاي استفادوا من العلم؟ اهي كم قيمتها؟ 3000 درجه سلسيوس. بستخدمها ايه؟ في القطع واللحام، اللي هي كمان ايه؟ المواد اللي صعبه زي الحديد الصلب والفولاذ والنحاس. شايفين العلم مفيد ازاي؟ هو فهم انت عايز تاخد حراره عاليه وفر اكسجين، عايز تحرق حراره تامه وفر اكسجين، استفاد منها وربط اسطوانه الاستيلين معها اسطوانه غاز الاكسجين. خلاص واضح؟ طب من ده كله معناتها ان مفيش اي اشتعال بيتم الا في وجود المثلث الثلاثه دول؟ قال لك لا، في بعض المواد بتشتعل ذاتيا. زي مين؟ بصوا معايا. طيب معنى كده هل ما بيتمش الاشتعال الا في وجود الثلاث عناصر دول؟ لا، قال لك بيتم. طب ازاي؟ قال لك في حاجه اسمها اشتعال ذاتي. زي مين؟ بصوا جاي بنجيب معايا هنا برمنجانات، عندي هنا برمنجانات البوتاسيوم وضيف عليها قطرات من الجليسرين. هنستنى شويه كده هلاقيها اشتعلت.
الحكايه دي فسرت اللي كان بيحصل زمان. كان بعض الفلاحين بيلاقوا ايه في بعض القش بتاعهم بيولع لوحده كده. طبعا هم عارفين ان مش ممكن حد يكون دخل هنا، قال لك بس ده في جن بيعمل كده. شايفين العلم نور ازاي؟ اكتشفوا بعد كده ان فعل البكتيريا، في بعض البكتيريا التحلل هي لها نشاط كده بتؤدي الى اشتعال القش، النشاط بتاعها بيولد حراره، الحراره دي بتؤدي الى اشتعال القش. شايفين برضه للمره اللي كانت بتثبتنا على العلم دوره مهم في حياتنا، بدل ما احنا كنا عايشين في رعب ونخاف ده جن ومش جن والكلام الفاضي ده. طب كده خلاص عرفت المثلث الاساسي لعمليات الاحتراق. يبقى انا عشان اقطع الاحتراق ده، عندي مثلا اعوذ بالله قامت حريقه، قال لك اتخلص من احد اضلع المثلث دول. يا اما تعزل الحريقه دي من الاكسجين، بدليل ان انا بستخدم طفايات الحريق اللي بتطلع رماد كده هو، وبتعمل ايه؟ عزل، يعني البودره بيضاء دي اللي هي بره غاز ثاني اكسيد الكربون، بتعمل عزل للحريقه عن غاز الاكسجين. طيب او اقطع الوقود، يعني انا دلوقتي البوتاجاز في المطبخ شغال نار، امتى انا خلاص خلصت هو هيفضل يحترق طول ما في وقود، اعمل ايه؟ بطفي النار، يعني انا قطعت الوقود كده خلاص منعت الوقود. ثالث حاجه اعمل ايه؟ مسبب الاحتراق اللي هي الحراره، ما خليش مصدر الحراره ده افصله عشان ما يتمش عمليه الاشتعال. خلاص فهمنا؟ ناخد اخر جزئيه اللي هي الاكسده والاختزال، عشان ما يحصلش لبس عندنا سنه ثانيه نحفظ واحده فيهم والثانيه عكسها. بصوا معايا هنشوف هنمشي ازاي. بيقول ايه عمليه الاكسده؟ من اسمها هنا بصوا معايا، من اسمها اكسده، يبقى هي يزيد فيها مين الاولى يزيد فيها؟ هي العمليه اللي يتم فيها زياده نسبه الاكسجين. شوفوا اكسجين اكسده في الماده، او اذا انا بتتبع الاكسجين، او نقص الهيدروجين. يبقى ايه عمليه اكسده؟ هجيب الماده بتاعت البيت تدخل في التفاعل، اشوفها انت زاد فيك نسبه الاكسجين ولا قلت؟ طب ما فيهاش اكسجين فيها هيدروجين، اشوف ايه؟ نقص الهيدروجين. طيب اي عمليه اكسده بتاخد ايه؟ العمليه الاكسده بتبقى ايه؟ عامل مختزل. لاحظوا التعريف ايه هو؟ العمليه بتبدا بكلمه عمليه، قال لك هي الماده، يبقى فكر في العامل. نقول ايه؟ هي مادام هي عندي هنا بيزيد الاكسجين، جابته من هنا، اكيد انتزعته من حد، يبقى العامل المختزل هي الماده التي تنتزع الاكسجين. ليه بتنتزع؟ عشان انا قلت عايزه نسبته تزيد. خلاص يبقى تنتزع الاكسجين، او اذا عايزه نسبه الهيدروجين تقل، عندي هيدروجين، او تمنح الهيدروجين، لان انا عايزه نسبه الهيدروجين تقل. خلاص وضحت؟ هنشوف في المعادلات كده هتبقى سهله. ناجي هنا الاختزال عكسه، انا قلت هنا زياده نسبه الاكسجين، هنا هكتب نقص. قلت هنا نقص الهيدروجين، هنا هكتب زياده. تمام؟ هنا قلت تنتزع عند الاكسجين، هنا هقول ايه؟ تمنح. اهو شايفين؟ عشان كده انا كنت نحفظ واحده والثانيه عكسها. تعالوا ننفذ الكلام ده، خليكم معايا كده نشوف المعدل اللي عندي هنا. بيقول ايه؟ هنا جايب هنا اكسيد النحاس، خليكم معايا كده، وهنا عندي ايه؟ الهيدروجين. شوفوا يا سنة تانية انتبهوا، عملية الأكسدة والاختزال بتحدث للمتفاعلات، ماليش دعوة بالنواتج. النواتج ايه فايدتها؟ هي اللي هتوريني بتزيد النسبة ولا بتقل. شوف أنا هعمل ايه. بصوا أهو النحاس أهو، بتتبعه كده أهو. الأول عيني على مين؟ هنا موجود أكسجين، الأولى للأكسجين. طيب هنا كان في أكسجين، طلعت من غير أكسجين، زادت ولا قلت؟ ها قلت. هعمل كده مربع زي بسط ومقام، يبقى اللي فيها نقص أكسجين. ها شايفين هنا نقص نسبة الأكسجين، دي يبقى عملية اختزال. هنكتب فوق عملية اختزال. واضح؟ طيب وهي عامل ايه؟ عامل، قلنا عملية اختزال تاخد عامل ايه؟ عامل مؤكسد. وضحت كده؟ تمام؟ طيب نشوف اللي وراها. هنا عايزين نقطة مهمة قبل نشوف اللي وراها. مين اللي حصل له عملية أكسدة؟ أكسيد النحاس ولا النحاس؟ ها برافو، أكسيد النحاس هو اللي بيحصل له عملية أكسدة، مش النحاس. ده ايه فايدته؟ ده هو اللي قال لي ان الاكسجين زاد او قل، عشان دي بتحصل لبس. لما بيجيب لي اختر حد يجيب لي المعادله كده يقول لي حصلت عمليه اكسده، يحط لي الاربعه دول. اول ما يجيب لي الاربعه دول استبعد النواتج، عيني على المتفاعلات بس. طيب اجي هنا امسك الهيدروجين هنا اهو،
وأنفي أدور عليه بره أهو ظهر. نشوف هنا كان في أكسجين؟ لا. طب هنا في أكسجين؟ أيوه. النسبة زادت ولا قلت؟ ها نمسح ده. بصوا معايا هعمل مربع كده أهو. ها هنقول إيه؟ دي مادام هنا حصل إيه؟ زيادة نسبة الأكسجين تبقى عملية أكسدة. خلاص؟ طيب عملية أكسدة بتاخد عامل قلنا إيه؟ مختزل. واضح؟ نقول مين اللي حصل له عملية أكسدة؟ الهيدروجين ولا المية؟ قلنا النواتج ماليش دعوة بيها، النواتج دليل بس. يبقى حصل هنا عملية أكسد المين؟ للهيدروجين. هنا تتبعنا مين؟ الأكسجين. ناخد معادلة نتتبع فيها الهيدروجين. انتبهوا معايا المرة دي أنا هنا هتتبع الهيدروجين. نبص كده معايا، شايفين الأول هناخد المركب الأولاني أهو. عندي هنا نيتروجين هدور عليه بره اهو. نمشي اهو ظهر. هروح قلت ايه؟ هعمل مربع كده بالشكل ده. المره دي انا قلت هتتبع الهيدروجين. هنا كان في 3 ذرات هيدروجين، هنا طلع مفيش هيدروجين خالص. يبقى ايه؟ نقول له نقص الهيدروجين. ده فين نقص الهيدروجين؟ يبقى دي عمليه اكسده. طيب بما انها عمليه اكسده تاخد عامل ايه؟ عامل مختزل. نمسك الثاني اللي وراه اهو اكسجين. هل هنا معاه هيدروجين؟ نطلع ندور عليه بره اهو ظهر الاكسجين. ظهر عند الاكسجين ولا لا؟ هنعمل ايه؟ مربع بالشكل ده. هنا كان معاه هيدروجين؟ لا. طلعنا بره لقينا فيه هيدروجين. زاد ولا قل الهيدروجين؟ زاد. يبقى هنا حصل له ايه اللي هي فيها نسبه زياده اهي؟ عمليه اختزال. عامل مؤكسد. طيب مين اللي حصل له اكسده واختزال؟ حصل اكسده للنشادر واختزال للاكسجين. خلاص وضحت؟ ما خدنا مره معادله بنتبع الاكسجين ومره بنتتبع الهيدروجين. طيب عندي كده احنا خلصنا الوحده الاولى تماما. رجاء يا سنه ثانيه لما نمسك مراجعه الوحده الاولى بالورقه والقلم عشان تعلم والكتاب في ايدك، تعلم عن النقاط المهمه وتكتب الافكار الرئيسيه. ما ينفعش اسمع شرح وانا دماغي في ناحيه وايدي في ناحيه والشكل ده، لا. اقعد كده ومش لازم اشوف الفيديو على بعض. هناخد حل امتحان على الوحده وبالشكل ده اي جزئيه تذاكرها لازم تحل عليها. ما ينفعش اسمع الفيديو اقول انا ذاكرت الجزء ده افتح احل على الجزء ده. خلاص دلوقتي هنحل اختبار على الوحده وبكده يبقى احنا كده خلاص قفلنا الوحده تماما. تنوا معايا يلا يا سنه ثالثه كده نحل معايا الاختبار. هنا بيقول اي المواد التاليه ذوبانها يؤدي الى خفض درجه الحراره. خفض يعني عايز التفاعل هنا يبقى تفاعل ايه؟ ماس للحراره. طيب نشوف معايا هنا كده مين نعد. شوف هنا المواد: هيدروكسيد الصوديوم لا طبعا، كبريتات النحاس اللامائيه لا، اللي هي مين؟ نترات الصوديوم، نترات الامونيوم. طب ده ازاي نعرفه؟ لازم قلنا نحفظ المواد الماصه والطارده للحراره. عند اضافه قطرات من الجليسرين الى مسحوق برمنجانات البوتاسيوم، اصلا احنا دي قلنا دي بيحصل فيها ايه؟ اشتعال ذاتي، صح ولا لا؟ طيب اشتعال ذاتي، اي عمليه اشتعال او احتراق دي تفاعلات قلنا ايه؟ تبقى ايه؟ طارده للحراره. طيب اولا قارن بين ذوبان الطارد وذوبان الماس للحراره من حيث اثر درجه الحراره الوسط المحيط ومثال لكل منهما. هنمسك هنا نكتب الطارد وهنا الماس. اول حاجه درجه حراره الوسط المحيط، هنقول في الطارد T2 اكبر من T1. هنا الماس عكس، T2 أقل من T1. طيب الذوبان زي عندي مين هنا في الطارد؟ عندي ذوبان هيدروكسيد الصوديوم. هنا عندي ذوبان مين؟ نترات الأمونيوم. ده مثال. طبعا عندنا أمثلة كثير. بيقول مثلث الاحتراق ومثلث الإطفاء العناصر الأساسية. مثلث الاحتراق هنا ومثلث الإطفاء. أول حاجة نمسك مثلث الاحتراق: 1 الوقود، 2 الحرارة، 3 عندي إيه؟ قلنا الأكسجين. نشوف مثلث الإطفاء: عكس الوقود إزالة الوقود، عكس الحرارة التبريد، عكس الأكسجين
قطع الأكسجين أو منع الأكسجين. خلاص. علل لما يأتي. يستخدم لها بالأكسستيلين في قطع ولحام المعادن. السؤال ده مهم. هنكتب ايه هنا؟ لأنه يحترق احتراقا تاما في وفرة من الأكسجين وتنطلق حرارة كبيرة مقدارها، قلنا كام؟ مقدارها 3000 درجة سلسيوس، وهي كافية لعملية قطع ولحام المعادن. تستطيع بعض أنواع الحشرات إصدار الضوء من منطقة البطن. ليه؟ لأنها بتقول لأنها تقوم في داخل، قلنا إيه؟ تقوم فين؟ في داخل جسمها بتفاعلات إيه؟ قلنا نوعها طاردة، بتفاعلات طاردة للحرارة، تظهر قلنا على هيئة إيه؟ قلنا هنا أهو، هنكمل هنا، تظهر على هيئة ضوء. خلاص. طيب نجي هنا بيقول لي أكمل العبارات التالية. الأكسدة عملية كيميائية ينتج فيها، قلنا أكسدة اللي هيزيد أكسجين، ينتج فيها زيادة نسبة الأكسجين. عند ذوبان أكسيد الكالسيوم في الماء يحدث تغير، هنا قلنا تغير ايه؟ قلنا تغير كيميائي. هو حد عشان يشوف كلمة ذوبان يكتب لي تغير فيزيائي، وشرحنا في الفيديو ليه بنقول عليها كيميائي. مصحوبا بايه؟ انطلاق طاقة حرارية. اذكر أهمية واحدة لكل من كمادات الضغط الساخنة. قلنا كمادات الضغط الساخنة تستخدم في ايه؟ تستخدم للإجهاد العضلي، بستخدمها للإجهاد العضلي. تفاعل الثيراميد بستخدمه لحام قضبان السكة الحديدية أو سكك الحديد. ناجي هنا بيقول شموع الاحتراق أو البيجوهات في السيارات. هنكتب هنا تحدث شرارة، تحدث شرارة لاحتراق الوقود في السيارة. طيب هنا بيقول عند إذابة 80 جرام من نترات الألمنيوم في لتر من الماء انخفضت درجة حرارتها من طبعا تي 1 20 كانت، وتي 2 14. هل هذا الذوبان ماس أو طارد للحرارة؟ مع التفسير. طبعا أول حاجتين هنا انخفضت، يعني هنا ده إيه؟ ماس، يبقى ده ماس. طيب والخطوة الثانية شايفين كانت 20 ودرجة الحرارة قلت. هنكتب التفسير ليه؟ لأن تي 2 أقل من تي 1. ضع علامة صح وخط أمام العبارات الآتية. ذوبان كبريتات النحاس المائية في الماء يكون مصحوب بانطلاق طاقة حرارية. طبعا انطلاق طاقة حرارية يعني قصده ايه؟ ان التفاعل ده ايه؟ طرد الحرارة، والكلام ده ايه؟ غلط، ده ماص للحرارة. اللامائية هي اللي طاردة للحرارة. عند احتراق النشادر في الهواء احتراقا غير تام يحدث للنشادر عملية، طبعا احنا قلنا ايه؟ النشادر دخلت NH3 طلعت ايه؟ N. طب طلعت N يعني قل هنا فيها ايه؟ الهيدروجين، ما دام قل يبقى يحصل له عمليه ايه؟ اكسده، ودي غلط. طبعا لازم نكون حافظين المعادله. بعد كده اولا ماذا يحدث عند نقص كميه الاكسجين بالنسبه للهب بنزين؟ قلنا يتلون باللون الاصفر لان الاحتراق غير تام، غير تام. كده وضحت؟ طب إذا زادت كمية هيدروكسيد الصوديوم المذابة في نفس حجم الإناء، زادت كمية هيدروكسيد الصوديوم. أول نعرف هيدروكسيد الصوديوم ده إيه؟ مادة طاردة للحرارة. احنا قلنا كلما زادت كمية المادة المذابة ايه بيحصل لكمية الحرارة المنطلقة والممتصة؟ بتزيد. يبقى هنكتب ايه؟ تزيد كمية
الحرارة هنا ممتصة ولا منطلقة؟ مادام طارد يبقى كمية الحرارة المنطلقة. خلاص. طيب عندما تكون الطاقة المنطلقة في تكوين الروابط أقل من الطاقة الممتصة، هو ده شايفين هنا احنا قلنا عندنا 5 طرق بعبر بها عن التفاعلات. قلنا الطاقة المنطلقة اهي نرسمها هنا اهو، طاقة منطلقة دي نواتج. خلاص. وهنا أقل من الطاقة ممتصة اللي هي التفاعلات. في الحالة دي التفاعل هيكون ايه؟ قلنا التفاعل هيكون ماس للحرارة. طيب اكتب المعادلة الكيميائية الموزونة المعبر عن تفاعل المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك المخفف، وحدد نوع التفاعل هل هو ماس أو طارد للحرارة. نكتب المعادلة هنا Mg زائد HCl. قلنا بيحصل ايه؟ ده الموجب وده موجب، هيعمل عملية ايه؟ احلال، هيشيله هيبقى MgCl2 زائد H2 زائد حرارة. يبقى هنا ايه؟ هنوزن هنكتب 2. ما دام الحرارة كتبناها هنا يبقى نوعه ايه؟ ديا نوعه طارد للحرارة. طبعا دي لا، نوعه طارد للحرارة. طيب نشوف هنا. اكتب المصطلح العلمي. الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ده طبعا بقاء الطاقة، قانون بقاء الطاقة. طيب نجي للنقطة الثانية. مواد قابلة للاشتعال تستخدم في إنتاج الطاقة نتيجة حدوث تفاعل طارد، اللي هي دي مين؟ دي الوقود، اللي هو الوقود. بيقول اذكر مثالا واحدا لذوبان طارد للحرارة. هنقول ذوبان ايه؟ عندنا طبعا في الكمادات الفورية، كمادات الضغط الفورية الساخنة بنستخدم فيها ايه؟ كبريتات المغنيسيوم. نكتب كبريتات المغنيسيوم، ذوبان كبريتات المغنيسيوم. وضح عملية الأكسدة والاختزال في المعادلة الآتية. قلنا همسك ايه؟ الأول اهو عندي المادة المتفاعلة، هدور على النحاس بره اهو، هنكتب مربع كده. هنا نسبة الأكسجين ايه؟ زادت ولا قلت؟ طبعا نسبة الأكسجين هنا قلت، شايفين هنا في واحدة وهنا ما فيش، يبقى دي عملية ايه بدم قلت؟ اختزال، عملية اختزال. طيب قلنا عملية الاختزال هي عامل مؤكسد. طيب نمشي هنا اهو، الهيدروجين طلع بره اهو، نعمل المربع بتاعنا. طبعا انا بس عشان المساحه مش كافيه. الاكسجين زادت ولا قلت؟ برافو، عندي نسبه الاكسجين هنا هي زادت يبقى هنا شوفوا ما فيش اكسجين، وهنا قلت يبقى هنا عمليه اكسده، عامل مختزل. عامل، نكتب معايا هنا بصوا، عامل مختزل. خلاص. نشوف هنا بيقول إذا كانت الطاقة الممتصة عند كسر الروابط تساوي، لا ده بقى عايز كده روقان. بصوا نمسح هنا ونعمل نمثل الكلام ده معايا، خلوكم معايا. هو بيقول إذا كانت كمية الطاقة الممتصة عند كسر المتفاعلات أهي، هنا المتفاعلات كانت كمية الطاقة الممتصة كام؟ 130 كيلو جول. طيب ومقدار الطاقة المنطلقة عند تكوين الروابط كام؟ هنا 60 كيلو جول. فحدد نوع التفاعل ماس أو طارد وارسم مخطط الطاقة. السؤال ده مهم جدا وحلو خالص. أول حاجة نشوف مين هنا اللي أكبر. هنا طاقة هنكتب ممتصة، وهنا طاقة منطلقة. قلنا أول عندي طريقتين، الطاقة المنطلقة أقل، هنقول لو احنا حافظين يبقى ده على طول هنقول عليه تفاعل ايه؟ ماس، هنقول عليه تفاعل ماس. طيب في طريقة تانية، أنا قلت ايه؟ هطرح الاتنين من بعض، هنطرح 130 ناقص 60، الناتج هيكون كام؟ 70. ال70 دي زادت من فين؟ زادت من هنا من المتفاعلات، هكتبها هنا. ما دام الحرارة موجودة في المتفاعلات يبقى التفاعل ده نوعه ايه؟ ماس للحرارة، لأن أنا قلت في كتابة المعادلة إذا لقيت الحرارة موجودة في المتفاعلات دي الزيادة أهي، شوف كتبتها بلون تاني، ده الزيادة. الزيادة لو زادت من مين؟ متفاعلات، أكتبها جنبها، فدام كتبتها كده يبقى دي ايه؟ تفاعل ماس للحرارة. طيب بعدين بيقول لي ايه؟ ارسم المخطط. قلنا اهو هنا عندي التفاعل الماس ازاي؟ تحت هنا المتفاعلات، واطلع كده وارسم النواتج بالشكل ده اهي.
هنا اكتب نواتج، وهنا اكتب ايه؟ متفاعلات. خلاص اهو شايفين هنا دي كلها، شايفينها دي طاقة ممتصة اهي، شايفينها ازاي كبيرة اهي 130. طب والجزء ده شايفينه ده، دي طاقة منطلقة اهو زي ما احنا عملنا. ما انا لازم الرسم يكون وفقا للكلام اللي قاله. اهي دي الطاقة الممتصة 130، وهنا هي الطاقة المنطلقة دي تجي 60. خلاص. طيب يا سنة تانية كده أرجو إن أنا الامتحان ده تاني أرجع. بصوا أنا همسح لكم كل اللي عليه، وانتوا ترجعوا تشوفوه كده وتحلوه، وبعد كده تراجعوا حلكم باللي احنا عملناه. لحظة كده خليكم معايا. اهو كده يا سنة تانية الامتحان قصادكم، مسحنا كل الكلام اللي عليه. وقفوا الشاشة واجروا الأسئلة وحلوها في ورقة خارجية عشان تطمن ان انت فهمت الوحدة كويس. طبعا انا هنا بنستخدم كتاب الأضواء، اللي عنده كتاب الأضواء يفتح صفحة 74 ويحله. وبكده يا سنة تانية خلصنا مراجعة الوحدة الأولى وحلينا اختبار عليها. أرجو إن احنا نكون استفدنا من المراجعة. نستخدم قلنا الورقة والقلم أنا وبسمع الفيديو. إن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي في مراجعة الوحدة الثانية. شكرا لكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.